لو ما شفتش الموسم اللي فات من حكاية زوان فروح شوفه الأول عشان تفهم باقي الأحداث. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. وقبل ما نكمل باقي الأحداث تعالوا نبص على آخر حاجة وقفنا عليها. وبعد ما زوان لقى الشيطان الصغير تعالوا نعرف ليه البشر عملوا فيه كده. بنكتشف بعدها إن القرية فيما مضى كانت مصابة بمرض الطاعون، وكان بيموت آلاف البشر ويفقدون الذاكرة. وزمان هم لقوا الشيطان الصغير وبدأ يصنعوا منه ذلك الإكسير، وصحتهم اتحسنت أكتر، وكده نكون عرفنا ليه أهل القرية دول عملوا كده. بينتقل معنا المشهد للأخ الأول وبيمتص ما تبقى من قوة شيطان الطاووس، والراجل ده باين عليه إنه قوي جدا. بيقول بعدها إحنا هننطلق لما تعود على القوة الجديدة. بنشوف بعدها الطبيب جالس أمام قبر أخيه وشكله كده ناوي على حاجة كبيرة. بتوصل بعدها آخر رسالة سبع شيطان الطاووس للشياطين، ولما بيسمعوا الخبر بيتوعدوا بالقضاء على أولئك البشر. بيطلقوا بعدها إنذار بيوصل لجميع المحاربين. بيرسلوا بعدها 2 من أقوى الشياطين للبحث عن الشيطان الصغير. بعدها بيوصل جميع محاربي العناصر ومن ضمنهم محارب النار الخطير. والمفاجأة ده طلع واحد تاني خالص، وشكله كده زوان تم طرده من مجتمع المحاربين بعد اللي عمله من 3 سنين. بيتفحصوا الختم على أقوى الشياطين وبينصدموا، بيلاقوا مكان لختم مفتوح وبيعرفوا ان شيطان الطاووس خرج منه، فهو كان من ضمن اقوى 3 شياطين محبوسين في الختم. وده حصل بسبب اصابة زوان من 3 سنين، مما ادى لحدوث ضعف في ختم النار. بعدها بيوصل لهم خبر ان شيطان الطاووس مات، محارب المعادن اتصدم. ايوه ده اكيد اللي قتله زوان. بيأمرهم بعدها بالرجوع لمواقعهم والاستعداد لاي خطر قادم. بنروح بعدها لزوان بنشوفه بيتمشى هو والبطة بتاعته مع الشيطان الصغير، بيفكر في امه واخت محارب الماء اللي اتخطفوا بسببه. بيتعهد على نفسه انه هينقذهم باي ثمن، واثناء ما هو بيتكلم بيحس ساعتها بألم في رقبته. زوان مش فاهم ايه ده بالظبط، بيقول معقولة ده بيحصل لي بسبب طرد من مجتمع المحاربين؟ بس الموضوع ده بقاله 3 سنين، اشمعنى جاي يحصل دلوقتي يعني؟ شكله فينا في الموضوع. بنروح بعدها لسو بيكون معاها محاربة من عشيرة الخشب. بيروحوا المكان تواجد زوان عشان ياخدوا منه الشيطان الصغير. ساعتها بيظهروا 2 شياطين بيهجموا على سو. البنت بتتدخل وبتنقذها. البنت عليها شوية حركات انما ايه نينجا، بتتمكن من القضاء على الشياطين بسهولة. بتقول لسو خدي حذرك، واثناء ما هما بيتكلموا بيخرج لهم احد الشياطين المكلفين باستعادة الشيطان الصغير. دي شكلها هتقلب مجزرة. ساعتها الشيطان بيهجم على البنت وبيتمكن من اصابتها. البنت بتحاول معاه لكن الشيطان ده باين عليه القوة الكبيرة. بيطلق عليهم صعقة كهربائية بتشلهم عن الحركة. بيضرب البنت وبيطيرها لبعيد. الشيطان لسه بيتكلم اما ده خد بوكس من اللي قلبك يحبه. ايوه زوان بيوصل لساحة المعركة ومعاه الشيطان الصغير. الشيطان اول ما بيشوفه بيقول وفرت علي عناء البحث، ده انت جبته لحد عندي. بيهجم على زوان لكن زوان بيتصدى لهجومه بكل سهولة. زوان بيتقاتل مع الشيطان وواضح التفوق الكبير لزوان. بياخد سلاح الشيطان بعدها وبيولع فيه. الشيطان بيقوله انت محارب عنصر النار مش كده؟ ده انت جيت لي في ملعبي، انت مش شايف انك انت نار وانا بطفيك؟ الشيطان بيهجم عليه بقوة كبيرة لكن زوان بيفجر قوة رهيبة بتبخر مية الشيطان وبتسيب الشيطان وبتأذيه جدا لدرجة انه بيرجع لشكله الاصلي. زوان بعدها بيمسكه من رقبته ولسه هيخلص عليه بيحس فجأة بنفس الألم اللي في رقبته. الشيطان بيستغل الفرصة وبيطلق هجوم مائي وبيبعدهم عنه. وبعد ما زوان بيفوق بيلاقي الشيطان الصغير لسه معاه وكمان البنت المحاربة، ولكن سو مفقودة ولا أثر لها. زوان بيلاحظ شعار عشيرة الخشب على دراعها وبيستغرب هي اللي بتعمل كده وإنها المفروض من ضمن العشائر اللي بتحافظ على السلام بين البشر والشياطين. شكلي في قصة كبيرة ورا البنت دي. وفي تلك اللحظة بيظهر أحد الشياطين. هو احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ كل شوية شيطان شكل. الشيطان بيهجم عليهم بدون تفاهم وزوان بينقض عليه وبيتبادلوا الضربات وقتال مبهر بصراحة. الشيطان بيحدف عليه صخرة كبيرة لكن زوان بيستخدم قوته النارية وبيفشخ الصخرة. زوان بيفادي فيه. وايه الحلاوة دي يا ابني والله، كونغ فو حركات وشجين يابا. الشيطان بعدها بيهجم عليه بسلاحه لكن زوان بيكسره له. زوان اشتغل دعك فيه ومش حله، بيستخدم قوته النارية وبيحرق ميتينه، لكن فجأة بيحس بنفس الشعور اللي من رقبته وقوته بتنهار. ساعتها الشيطان بيستغل اللحظة دي وبيفلت منه. الشيطان بيهجم عليه وده بيفعل قوته ونفس الشعور بيجيله من تاني. زوان مش فاهم ايه اللي بيحصل، حتى الطور الاسطوري مش عارف يستخدمه. الشيطان ساعتها كان هيخلص عليه لكن البنت بتتدخل وبتحميه. بتصدف هجمات الشيطان لكنها بتتصاب للأسف وبيقع منها ذلك الإكسير. الشيطان بيشمه وبيعرف مصدره، بيبلعه كده شكله مش ناوي على خير.
زوان بيتعصب وبيشتعل وبرضه بيطلع له البتاع الغريب ده من رقبته. زوان خلاص قوته بتنهار، ولا حول لي ولا قوة. الشيطان لسه يخلص عليه، وساعتها بيتدخل محارب النار الحالي. وعارفين المفاجأة؟ ده بيطلع اخو زوان الصغير يا جماعة. اوبا، يعني عشيرتك طردوك، هم مسكوا اخوك مكانك. اخو بيقول له اهلا بالخاين اللي خان عشيرتنا، انت اللي تسببت في مقتل امنا. زوان بيقول له امنا ما ماتتش يا اخويا، امنا عايشة هي واخت محارب الماء. انا اصلا كنت رايح انقذهم، انا بحاول اعمل اللي اقدر عليه عشان ارجع الامور لمجراها الطبيعي. فانا اخيرا لقيت الشيطان اللي ضاع من 3 سنين بسبب افعالي، هرجعه لمكانه واسترجع امنا واخت محارب الماء وكل حاجه ترجع الشكل الاول. اخوه بيقول له طيب وانت سبتني لوحدي ليه؟ سبتني وما عرفتنيش الحقيقه ليه؟ اخوه بيضربه، شكل الوضع مؤسف بينهم. الشيطان بيقول لهم هتقعدوا ترغوا كتير ولا ايه؟ ما يلا بينا. وساعتها بيجي شيطان الكهرباء. زوان بيقول له انت لسه عايش؟ يا نهار ابيض، وها قد بدأنا. اخو زوان بينطلق عليهم لوحده، والواد قوته جباره، بيستخدم اللهب الاخضر والوضع اخر جمدان. ايه الجمدان ده يا واد؟ ما طبيعي، مستني ايه من اخو زوان يعني؟ لكن الشيطان الكهربائي بيحصره ويكهربه على طول. زوان بيتدخل وينقذ اخوه. القتال مشتعل على الاخر والحماس ليفل ماكس. زوان مستلم الشيطان الكهربائي ضرب، والتاني بيهجم، اما اخوه متدخل خده على جنبه وفضل يكسع فيه وقطع له ديله كمان. يا ابن اللعيبه، الواد ده مش طبيعي. الشيطان بيجهز هجوم جبار. الواد بيقول له تعالى لي يلا، بيرمي عليه قنبله لهب. الشيطان بيحاول يغفله لكن ده طلع حريف ولعيب، بيجمع قوة كبيرة من اللهب وخلاص ناوي ينهي الموضوع، وفعلا بيقدر يخلص على الشيطان في ثواني. ولكن ساعتها بتكون قوته خلاص خلصت، فشيطان الكهرباء بيستغل الوضع وبيهجم عليه، بيكتفه وبيحوطه من كل مكان واشتغل كهرباء فيه. زوان يا عيني مش قادر يعمل حاجة، ولا حول لي ولا قوة. وفي آخر لحظة بيتدخل محارب الماء. الشيطان يا دوبك بيلحق نفسه، لكن ده ما عندوش يما ارحميني. بيحاصر الشيطان من كل حتة، وهوبا بيمسك الشيطان وبيفرتكه بين ايديه. يا رب، محارب الماء ده كاريزما فشخ اقسم بالله. بيتجهز بعدها لقتل الشيطان، لكن زوان بيقول له سيب. بيقول الشيطان بعدها انا موجود في اي وقت لو كنت عايز تنتقم. الشيطان بيغادر بعدها. بيتقدم بعدها محارب الماء زي الى زوان وبيصفعه. بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ زوان لسه هيبرر وبيصفعه تاني. بيقول له مش مكفيك اللي عملته في امك واختي، وكمان كنت هتعرض اخوك للموت، انت مش عارف تحمي اي حاجه. زوان مصدوم يا عيني، ومحارب الماء بيضربه. بعدها اخو زوان بيساله هو فعلا امي واختك لسه عايشين؟ ساعتها بقى بنعرف قصه زوان من البدايه. زوان نشأ كفرد من عشيرة عنصر النار، وهي أحد العشائر الخمسة التي تم تكليفها بتحقيق التوازن بين عالم البشر وعالم الشياطين. كل عشيرة بتكون متخصصة في عناصر الطبيعة وبتدرب أفرادها على هذه العناصر. بطلنا زوان بقى كان موهوب جدا وبيحقق أعلى النتائج والدرجات في جميع الاختبارات، بينما أخوه الصغير كان ضعيف جدا وقوته النارية ما كانتش بالقدر المطلوب. شايف زوان بيتطور يوم عن التاني، وإن منصب الوريث هيكون من نصيبه، وده ولد في قلبه الغيرة والحقد تجاه أخيه الكبير. لكن زوان كان بيحبه جدا، عايزه يتطور اكتر بل حتى يكون احسن منه. الواد بيقعد يتكلم مع امه على اخوه وانه عايز يخليه قوي باي طريقه. بيقول لها انا سمعت حاجه كده بتخلي قوه اللهب تتطور اكتر، حاجه كده اسمها بذور اللهب. سمعت انها موجوده في منطقه اللهب الاحمر، هل فعلا في حاجه شكل كده؟ الام بتتعصب جدا وبتقول له اياك تفكر في حاجه شكل كده تاني، المنطقه دي محظوره علينا واللي بيروح هناك بيلقى حتفه، اياك تفكر في كده نهائي. بس طبعا الكلام ده ما بيمشيش على زوان. بينطلق بعدها الى منطقه اللهب الأحمر وبيعرض نفسه لأبشع المخاطر، وده بس عشان يكتشف حقيقة البذور دي ويساعد أخوه. بيشوف الجثث والهياكل العظمية للناس من كل حدب وصوت. الواد هيموت من الرعب، بيقع من الحافة وكان هيتخرم ولكنه بيلحق نفسه. هجوم ناري عليه من كل حتة والواد بيفاديهم كلهم. الله عليك يا زوان، من يومك وانت فاجر. بيقرب بعدها للبحيرة اللي فيها تلك البذور، ولكنه خلاص جاب آخره ومش قادر يتنفس. ساعتها بيسمع صوت حد بيكلمه، بيقول له بتدور عليها مش كده؟ بيطلع من البحيرة وبيمسكه بحباله النارية. الواد ايده بتتحرق وده ما عندوش ذرة رحمة. بيقول له بتدور على دول مش كده؟ هو انت مين انت عشان تاخدهم؟ بيلزقوا بعضها في الجدار وبيقول له شايف كل دول ماتوا وهم بيحاولوا، وانت شكلك هتحصله. هو انت عايزها ليه اصلا؟ انا شايف ان قدراتك الناريه كويسه جدا. قال له دي مش ليا، دي لاخويا الصغير. قال له ايوه فهمت بقى، ايه الحب ده كله؟ عامل لي فيها حب وخوه وبتاع، طب خدها اهي مع السلامه. ساعتها الواد بيتجنن، بيتفعل ختم النار اللي فيه وبينفجر عن بكره ابيه. بينطلق بسرعه وغرس ايده جوه ألسنة اللهب وطلع منها بذور اللهب زي المجنون، وعلى طول بينطلق على شيطان النار وبيمسكه من رقبته. الشيطان مش مصدق وبيهرب بعدها. بينحن احتراما ليه بيقول له انا ادعه هو،
أنا كنت مستني الوارث الجديد يجي منذ 1000 سنة، وأنا بتعهد ليك إني هتبعك للأبد. وساعتها بيطلع له جميع حبوب اللهب، وزوان بياخدها بيرجع بعدها لأخوه وبيجري عليه وبيفتح له بقه وبيأكلها له غصب عنه. كم أنت وفي ومخلص يا زوان. أخوه بيلاحظ إن إيده اتحرقت، بيفهم إنه عمل كل ده عشانه، بيعتذر منه وبيتأسف له على كل اللي حصل منه قبل كده. بيجي بعدها اختبار النار التاني، وبيجتاز الاختبار أخيرا بعد تطور قدراته النارية بالفعل. وكمان أخوه قال له يجرب يستخدم اللهب الأخضر بدل اللهب الأحمر لأنه قوته متركزة أكتر حواليه. وبالفعل الواد بيصبح بعدها من أقوى المحاربين في عشيرة النار. وبعد مرور 10 سنوات بنشوف اخت محارب الماء وهي بتجهز عشان تروح تتدرب مع محارب النار زوان. اخوها بيقول لها خلي بالك من نفسك. بننتقل بعدها لمكان التدريب، واثناء ما هما بيتدربوا زوان بيتصاب بهجوم مائي بيلمس الختم بتاعه، بيشتعل وبيفقد السيطرة على نفسه، بيضرب البنت وبيلزقها في الجدار، بينطلق نحوها وشكله هيخلص عليها. وفي اخر لحظة بتتدخل امه بتصد هجوم زوان بالصعوبة وبتحاول تمتص اللهب، وبعد ما بتمتص اللهب بتسقط مغشيا عليها. زوان فعلا جوه وحش خطير لأبعد الحدود. واثناء ما بيسمعوا حالة الام بيكتشفوا انها اتصابت بمرض خطير ملهوش علاج، لكن زوان بيسمع الراجل بيقول ان الشياطين عندهم علاج للام. الراجل بيقول له انت بتقول ايه؟ ده شيء محرم وما ينفعش تتكلم فيه. زوان بمجرد ما سمع كده بينطلق على طول لمكان البوابة اللي عليها الختم. ودلوقتي عرفنا ايه اللي حصل بالظبط من 3 سنين. اخوه بيقول له يبقى انت رحت للبرج عشان تنقذ امنا. زوان بيقول له بالظبط كده. ساعتها محارب الماء بيقول له كل ده حصل بسبب تهورك يا صاحبي. تهورك ده هو اللي ادى الى انقلاب توازن 1000 سنة بين البشر والشياطين. محارب الماء بيقول له انا هاخد الشيطان الصغير واصلح كل حاجة. زوان بيقول له دي غلطتي انا اللي هرجع الشيطان الصغير لابوه واستعيد امي واختك، وساعتها هنقدر نحافظ على التوازن. ثق بيا يا زين. محارب الماء بيقول له انت بقيت ضعيف جدا يا زوان، وبيسيبه وبيمشي. ساعتها زوان بينفجر بيطلب قوة بترعب محارب الماء، بينقض عليه عشان ياخد الشيطان الصغير، ومحارب الماء بيفادي فيه. زوان بيدمر هجوم محارب الماء بالسهولة. ساعتها زي بيضطر يخش في مود الجد عشان يقدر يجاري زوان، بس ده مش قادر عليه، بيتصاب في ايده وبيقول ده مستحيل، ازاي هو لسه محتفظ بكل القوة دي. بيرجع له الوحش بعدها وبيقول له انا هثق فيك المرة دي، بس لو فشلت انا هقتلك بايدي. بيمشي ويسيبهم بعدها. ساعتها زوان بيقول للبنت انت من عشيرة الخشب مش كده؟ بياخدها معاه عشان يعالجها من اصابتها، وبينطلقوا لاستكمال رحلتهم. بننتقل بعدها للقرية والناس فيها بيسألوا الزعيم على احوال عائلتهم اللي اتصابوا في حادثة هجوم الشيطان. بيقول لهم انهم بيتعالجوا في مكان مخفي داخل القرية، ولكن الحقيقة المرة كلهم محبوسين تحت الارض وبيستخدموهم كفئران تجارب، وده عشان يكتشفوا ايه اقصى حدود الاكسير بتاعهم. يا الهي، ألهذا الحد قد وصلتم يا بني البشر؟ نروح بعدها للاخ الخامس واللي كان بيتعالج من جراحه في القتال الاخير، وبتظهر عليه بعض علامات الاكسير، وفعلا الراجل اصبح قوي جدا واتطور عن الاول. بعدها بيجيله الطبيب بيقول له علمني ازاي اقاتل بالرمح، انا عايز انتقم من الشياطين اللي تسببوا في مقتل اخويا. ما يعرفش ان الشياطين الحقيقيين هم زعماء القرية الاوغاد. بننتقل بعدها لسو ومعاها البطة بتاعت زوان، واللي كانوا بيتمشوا سوا في تل الضبابي بحثا عن زوان والشيطان الصغير، لكن للأسف بيتم القبض عليهم من شياطين حجرية عجيبة. لقد وقعت سو في الفخ. بيخطفوهم وبيحبسوهم وشكلهم كده رايحين لمكان معين، بينما الأخ الأول والثامن بينطلقوا لتل الضبابي للبحث عن زوان والشيطان الصغير. بنروح بعدها لزوان واللي بيكون مع البنت وبيكونوا بيستشفوا من جراحهم. بيقول لها ضمدي لي جراحي. بتبدأ بتضميد جراحه بالفعل، وفجأة بتلاحظ الشيء الغريب ده اللي بيخرج من رقبته. بتقول له ده طفيلي بيتغذى على طاقة الجسد وهيفضل يمتص فيها كده لحد ما تموت. الحل انك تروح لعشيرة الخشب وهم هيقدروا يعالجوك. انا بس عندي حاجة توقفه مؤقتا، لكن ما اعرفش هيرجع امتى تاني. زوان بيستعجل نفسه وبيجهز عشان يروح للبرج بسرعة. اخوه قال له انت مصاب، انا هاجي معاك عشان احميك، ما ينفعش تروح لوحدك. وبالفعل بيروحوا مع بعض ويكملوا رحلتهم. اما سوبا واللي كانت محبوسة هي والبطة، فالاخ التاني كان سامع كل كلامهم. بيطلع لهم على طول وبيهجم على الشيطان الحجري، لكنه قوي جدا وبيقدر يتجدد بكل سهولة. بيهجم عليه بكل قوته وشغال يكسر فيه، لكن الشيطان مفيش حاجة بتأثر فيه وبيتجدد كل شوية، مهما يعمل مفيش أي فايدة. بيتحاصر هو كمان وبيتقبض عليه. جميعهم قد تم حبسهم في هذا السجن اللعين. فعلا الشيطان ده شكله قوي لأبعد الحدود. ساعتها بيوصل الأخ الأول، ولكن وفجأة بنلاقي اللي هاجم عليهم
ايه يا جدعان؟ ده الشيطان المرسل من قبل زعماء الشياطين. الشيطان ده شكله قوي جدا، بيجري ناحية شيطان الصخر بأقصى سرعة، مش عارف بيهجموا عليه ليه أصلا. شيطان الصخر بيعمل حاجز لكن ده بيدمره بكل سهولة، على طول بيتحول لشكل سلحفاة ولكن ده قوي لأبعد الحدود. الشيطان بيكتفه وبيحول الصخور المتطايرة لأنصال حادة، لكن ده جلده صلب جدا، بيديله بوكس يطيره والتاني بيهجم عليه وبيحصره وبيحاول يغرقه في الرمال وبيستعد للهجوم الأخير، لكن ده بيستخدم هجوم مفاجئ. مادة حمضية بتفتت الصخر وبتبطئ التجدد، بيكسحوا بيها وشيطان الصخر مش عارف يعمل حاجة، بيدمر جسمه وبيطلعهم من جواه وبيمسك الأخ التاني. بس هو عايز ايه منه؟ أيوه أكيد حاجة طبعا لها علاقة بالشيطان الصغير، واللي طلع فعلا الاكسير بتاعه. الشيطان بياخده وبيلاقي اللي هاجم عليه، ايوه ده الاخ الاول رجع من تاني. الشيطان الصخري بينسحب لما بيلاقي الامر اتعقد اكتر، بس يا ترى هو تبع مين ده بالظبط؟ القتال بيحتدم بين الشيطان والاخ الاول والدنيا اخر حلاوه، كونغ فو يمين وشمال ومحدش فاهم حاجه. الاخ الثامن كمان بيشترك معاه والدنيا ولعانه خالص. هما الاتنين على الشيطان الخطير بس ده جامد جدا، بيتحدوا سوا هما الاتنين وبيقدروا يكتفوه. الاخ الاول بينقض عليه وبيستخدم القوة الشيطانية وبيقدر يجرحه. الشيطان بيتألم بشدة بس ده مش هيسيبكم، بيطلق عليهم حمض بركاني بيسيح كل حاجة. اشتغل ضرب فيهم وبالحمض ويسيح فيهم والشيطان مش راحمهم. الاتنين خلاص جابوا اخرهم، ولكن هل الموضوع خلاص انتهى؟ وفي اخر لحظة بيتدخل فريق زوان والوضع هيقلب مجزرة. وفي ذلك الوقت عند زعماء الشياطين بيوصل الشيطان اللي سابه زوان، واتضح انه كان واخد الاكسير لزعماء الشياطين. يا نهار ابيض، سبته يا زوان ويا ريتك ما سبته. المهم البنت سو بتاخد عمها التاني وبتهرب من المكان، بينما زوان كان بيستعد لبدء القتال. الشيطان هو كمان بياخد جميع حبوب الاكسير وبيتحول زي المجنون، بيتحول لشكل جديد والوضع بقى خطير لأبعد الحدود. زوان واخوه بيتهدوا وبيبدأوا الهجوم، هجوم شامل متكامل والشيطان بيتصدى لهم. زوان بيقيده بالشرايط وبيقول له اخوه يهجم، بالفعل هجموا عليه ولكن الشيطان بيصد الهجوم. بيمسك الواد الصغير طحن وزوان بيتدخل، بيمسكهم هما الاتنين هتك يا طحن ومش راحمهم. قنبلة لكمات لزوان والواد بيتغربل حرفيا، بينادي على الشيطان بتاعه وبيشكل الشرايط على هيئة سيوف وبيخرم الشيطان، لكن برضه مفيش فايدة والشيطان بيضربه. الله، طب ايه يا عم انت؟ الاخ بيتدخل ساعتها لكن ده شغال يصد فيهم هما الاتنين، هجوم شامل للمرة التانية والدنيا اخر حلاوة. دي مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الواد الصغير بيتقيد ومش قادر يتحرك والشيطان ناوي يخلص عليه، لكن زوان بيحميه في اخر لحظة وبيصد كل ضرباته، لكن الشيطان بيغفله وبيخترق كتفه والواد مش عارف يعمل حاجة. الطفيل كمان بيصحى من تاني والوضع مؤسف بمعنى الكلمة. البنت عايزة تتدخل وتنقذه لكن الأخ الأول بيمنعها، بيقول لها هو أنت في صفهم ولا إيه؟ هنتدخل في الوقت المناسب لما يخلصوا على بعض. ساعتها البنت بترجع في كلامها وبتفضل معاه. الشيطان خلاص هيخلص على زوان لكن ده بيستعمل قوته النارية وبيحرر أخوه بيطير الشيطان لبعيد وزوان بيكون جرحه في ثانية. أخوه بيطمن عليه لكن الشيطان بينقض عليه وبيفرتكه قدامه. ساعتها زوان انفجر عن بكرة أبيه وتحول بدون أي مقدمات، بيوصل لهيئة أقل ما يقال عنها أنها تجسيد للفخامة. يا نهار أبيض، ده إيه القوة دي يا أخي؟ بيطلع الطفيل كمان من رقبته وبيمحي من الوجود. يا نهار أبيض، الواد ما عادش شايفه قدامه بالمعنى الحرفي. زوان بيهجم على الشيطان وهوبا زوان بيمحي نص جسد الشيطان في ثواني. يا جدع ايه ده؟ زوان مش رحمه نهائي، الشيطان بيحاول يهجم عليه لكن انت بتعمل ايه بس؟ زوان بيطلق هجوم بيمحي الشيطان عن بكرة أبيه، الكل مرعوب ومصدوم من هول ما رأوه. الشيطان اتنسف بالكامل. زوان بيسقط وهو مرهق، بيشوف اخوه قدام عينيه وهو مصاب، لكن هل خلاص خلص الموضوع؟ الاخ الاول بيجي وبيهدده باخوه زي الكلب، استغل الوضع وعايز ياخد الشيطان الصغير. يا ابن الغدارة. زوان بيبص للبنت وبيقول لها كل ده وكنت معاهم؟ طيب وليه كده؟ مش المفروض انت من عشيرة الخشب والمفروض انك تحمي السلام؟ ليه بتعملي كده؟ المكان على وشك الانهيار والبنت مشتتة ومش عارفة تعمل ايه. الاخ الكبير بيهددها وبيقول لها انها ملهاش لازمة في العالم بدون حبوب الاكسير، لكنها مش بتقدر تسمع كلامه والمكان بينهار وبيهرب. اخو زوان هيقع من على الجبل وزوان بيحاول يمسكه بالحبال. البنت كمان بتروح تساعدهم وبتشد الشريط وفعلا شدته، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فلقد ضحى بحياته من اجل اخيه. ومن حيث لا نحتسب الاخ الاول بيظهر وبيطعن البنت في نص قلبها وبتفارق الحياة. يا نهار مش فايت،
ده ايه اللي بيحصل ده؟ ومش هي بس، لا ده كمان اخو زوان رقبته مذبوحه والواد خلاص مات. سحقا يا جماعه. في هذه اللحظه بيضعف ختم النار في الحاجز على زعماء الشياطين، عشان كده بيستغلوا الوضع وبيقدروا يكسروا ختم العناصر وبيدمروا الحاجز. يا نهار ابيض، وها قد بدأنا. الشياطين تحرروا اجمعين وهم تحت قياده زعمائهم الملاعين. بيوصل لهم خبر موت الشيطان العملاق وبيقرروا الهجوم على البشر. دي شكلها تقلب مدعكه. ومن ناحيه اخرى محاربه عنصر الارض بتوصل للمكان وبتصحي البنت اللي كانت ميته. بتقول لها تعرف المفاجاه ايه؟ ان كل ده كان وهم ومش حقيقه، فهم اصلا يعتبروا في الغابه الوهميه وهي تقدر تفعل قوتها في الغابه دي. وكمان الواد بيفوق ولا كأن حاجه حصلت، والشيطان الصخري ده طلع تبعها. والمفاجاه الاكبر ان الاخ الاول ما كانش مع الشيطان الصغير ولا حاجه. تعرفوا ده كان مع مين؟ ده كان مع راس اخوه الثامن يا جماعه. صدمه بكل المقاييس، الوضع اتقلب 180 درجه. وبينما زوان وهو ساقط ليرقى حتفه بنلاقي المتحول وماسكه. يا حلاوه، دي البطه بتاعتنا. شكل كده كمان الراجل ده وراه قصه كبيره. وفي مجتمع العشائر الخمسه الدنيا اتقلبت بعد انتشار خبر هروب زعماء الشياطين. بيستعدوا جميعا للمعركه الحاسمه، من سينتصر؟ ويا ترى ايه هو مصير زوان بعد المفاجآت اللي حصلت؟ وهل هيقدر البشر انهم يقتلوا الشياطين؟ وايه هو مصير البنت سو والاخوه كبار القريه؟ وهل هيقدر زوان انه يرجع امه بعد الاحداث اللي حصلت؟ استنونا في الموسم الثالث من حكايه زوان. وما تنساش الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين بنصر قريب، وترزعنا بالشير واللايك الرهيب. ومع السلامه.